مصنعتنا يفكر مريتكم زحبرو ناي ديغا مسلام ديغا لوغون مالتي استا شعت تون زخون. كما تشير دراسة في انجراف التربة في سدي لوغو ومسلام فهناك حوالي 9 أطنان من التربة تنجرف من الهكتار الواحد سنويا، أي حوالي 40,000 طن من كل الأراضي في المنطقة، مما يسبب فقر التربة وجرف الأراضي الخصبة وقلة الإنتاج، كما يسبب ملء السد بالطمي المترسب مما يقلل من عمره. لهذه الأسباب اضطررنا لإجراء هذه الدراسة بالتعاون مع الشركاء. نعمر كوس غيرناينا دالينا مس منستر حرشة زوبا دوبن زوبا ماكلن مالتي. بما أن سدي لوغو ومسلام شيدا في منحدر غني بروافد مياه كثيرة، فقد سعى الخبراء على تلافي إمكانية امتلاء السد بالطمي المنجرف من المساحات الواسعة المندفعة بمياه المنحدر، والعمل على معالجة خطر انجراف الأراضي الزراعية لضمان الإنتاجية وحماية الأشجار المستوطنة التي تتعرض للخطر نتيجة للانجراف، وذلك من خلال إقامة سدود صغيرة وحفريات متعددة بهدف إثراء المياه الجوفية للمنطقة بعد إجراء دراسات عالية في هذا المضمار. الزم ديغاتات فوسط ديغاتات كل جزء يسمح لي زي بحالهم صراحة كل جزء خلنا نقدمهم زلنا مخنياته كل جزء مفواس ما يقعوا. هذه الحفائر والحواجز ضرورية ويجب العمل على تنفيذها للحد من إجراف التربة ولحفظ المياه والتربة، وخاصة وجودنا في منطقة مهددة بالجفاف وقلة الأمطار. ما كل جزء خنحس كنكئل لنا. استنادا إلى نتائج الدراسة التي أجريت، تم إقامة عدد من الحفائر مختلفة الأحجام وإقامة حواجز بشبكات حديد مليئة بالأحجار للحد من انجراف التربة، والعمل متواصل وفق الدراسة التي أجريت. كما أنجز بالفعل حتى الآن بناء سدين صغيرين في منطقة تاخيته وبين ابن صلمة وعد حزباي، تصل قدراتهما الاستيعابية إلى أكثر من 100,000 متر مكعب. أيضا بنيت عدة حواجز حجرية على امتداد مجرى واديين ينطلقان من دباروة وعد بزحنس، ما مكن من السيطرة على الطمي والحد من تراكمه في السد. وتمثل مهمة مواصلة العمل في بناء سدود جانبية وحواجز مختلفة حول سدي لوغو ومسلام كنشاط لا يقبل التأجيل، إذا ما كنا نرغب في الحفاظ على سلامة السدين وضمان ديمومة المشاريع التنموية التي تعتمد على المياه المخزنة خلفهما. مجمرتنا جيغا هنجمرو خلنا أب 52 متر إنا تحت جميرنا كبير سرعي فاونديشن تحت مريت شو 4 متر أتينا هنا هجير بعنها 5 متر بالرخطري أدلا شو 52 . عندما بدأنا العمل في بناء السد حفرنا حوالي 52 متر في الأسفل و7 في العمق في عمل شاق، وقد وصل ارتفاعه حاليا إلى 45 مترا، وقد شاركت في العمل وحدات قوات الدفاع وشركات البناء الوطنية، وتمكنا من إنجاز العمل في 14 شهرا. كنا نعمل على مدار اليوم بأكمله بالمناوبة، وكان العمل مليئا بالتحديات. لأن همشت كونكريت بامبي أبتدأ تيران سرحان يران تي سرح كبيد بدهوي نيرو. لقد قام الجميع بعمل كبير وشاق في بناء السد، إذا كان إشراك الآليات والتقنية في العمل قد سهل بانسياب سرعة العمل، لكن تواجد القوى العاملة مباشرة بشكل فعلي كان العامل الأهم. بهملو نخفل سراويت أو راح عسرته قلتشان عسر سلستن أو جرأتنا نحد عمل زأكل بزي عرفتي. شاركت فرقتنا العسكرية بأكملها في بناء السد لمدة عام كامل دون كلل، وقد استفدنا في هذه التجربة من اكتساب الخبرة في مشاريع البناء. وجود الماء يعني وجود كل شيء، وإذا حفظت المياه يمكن تحقيق تنمية، الشعب يحصل على الغذاء والوطن يبنى، فالماء هو الحل لكل المشكلات.
هذه الضواحي التي شيدت فيها السدود كانت من قبل تعاني للحصول على مياه نقية للشرب، ناهيك أن تنمى فيها بساتين كبيرة كما هو اليوم. زي ديغا مسرح يكون أنت قدامنا سسرحوا أم أنت ربحوا عيلي. بناء هذا السد ليس غاية في حد ذاته، بل كيفية الاستفادة منه، وهذه الضواحي كانت في السابق تشتري برميل المياه الواحد بأكثر من 100 نغفة. أما الآن فقد توفرت المياه بفضل هذا السد وتمكنا من إيصاله إليها، كما استفاد السكان من فرص العمل في المجال الزراعي. جزء كله مستورات بزادي جاي متي مالتي ما يندهر الله لمعت الله. حج كل جزء ديجات صرحه لي ديجار الله بساعات كير كاتكم. يمكن الاستفادة من مياه السد في ري الأراضي الزراعية أسفل وأعلى السد، وسكان هذه المناطق يعملون حاليا على إنتاج الفواكه والخضروات بالاستفادة من مياه السد، وهم المستفيد الأول منه في الزراعة ومياه الشرب النقية. عداقة زراقة نجاراتك كفري إتي مسرع يزوز خيد الله نجاراتي. إنما يبعث في النفس السرور هو أن التجارب والخبرات التي اكتسبت ليست قليلة، وأثرها في إنجاز مشاريع تنموية مستقبلا، حيث نمت قدرات وطنية كثيرة مؤهلة، ما يؤكد الثقة في قدرات الكادر الوطني وإمكانية تنفيذ أي عمل تنموي في المستقبل، وهذا أيضا مصدر فخر لكل المشاركين في العمل. نحن تدحق سكا بكل هنا هاجراوي يعني نانيرنا ما يميز هذا العمل أنه أنجز بسواعد وخبرات وطنية في كل مراحل ومستويات العمل. هزبي صراحة منغستي سراويت سولستي أكلات إيدن غانتن كوين تواهيدو. شارك في إنجاز هذا العمل الشعب وموظفي الدولة وقوات الدفاع، وكان فخامة الرئيس سياس أفورقي متواجدا ومشاركا في كل مراحل العمل، مما أعطانا دفعة معنوية عالية، واستفدنا من هذا العمل في التأكيد بأن الأيدي الوطنية يمكنها تحقيق المستحيل. اتسراحة بصفن بالسلطنة كحمم تخيلوا أنا خبست مهاركو نقر انت أهاليو ناتي كاب كالوت تلقي حنان تحجزنا كسرحان ولا عبيت زنبرنا بعلنا خن عمو خم نخل أنا ملو تصفى غير له خاب صريحنا هذا لنا مالتي الكل بزنبر وفيو من أسيبه ملو. عمل الكل هنا دون كلل أو ملل وفي نكران ذات لتحقيق هذا الإنجاز الوطني. إذا ما يزخل كبابي ما مسترهات رهيبين. وكما حكي لنا فإن إدخال العمل بالمركبات في بناء السد ساعد كثيرا في إنجاز العمل بوتيرة أسرع. لا شك أن تراكم التجارب والخبرات يقود إلى الأفضل. لقد أسهم تشييد سدي لوغو ومسلان في إنعاش البرامج التنموية، منها مشروع تنمية الأبقار الحلوبة وأبقار التسمين في حلحلة، ومدارس التأهيل المهني للشباب في عدهلو، والفرص التي أتيحت للمواطنين في تنمية مشاريع زراعية ناجحة، وغيرها من فرص الاستقرار الاقتصادي والطمأنينة. ونحن على موعد لعرض تلك التفاصيل في الحلقات القادمة من برامجنا التنموية. وإذا أخذنا ما أنجز كأنموذج مع ما أعد من نشاط تنموي في سهول صلمة، وما يمكن أن يوفره من فرص للاستثمار السياحي في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك فإن سدي لوغو ومسلام يشار إلى وجود إمكانية كبيرة لتنمية الأسماك بهما، وكلنا ثقة أن هذه البرامج ستنفذ بشكل تام وفق الجدول المعد. زي بهجر درجات تحيز له زلوا مدب. هناك برامج متكاملة تم التخطيط لتنفيذها في هذه المنطقة على المستوى الوطني، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة، واستغلال حوالي 6000 هكتار في الزراعة المروية حتى سهول صلمة، وزراعتها 3 مرات في السنة بدلا من مرة واحدة. كم زلمعي مدب تتحيز زلوا مالتي.